إخوتي المشاهدين، اليوم يا سيادي قال لك وزير خارجية إيران زار الجزائر، وقال لك يا سيادي الهدف من هذه الجولة هو أنهم يطوروا العلاقات الثنائية بين الجزائر وإيران، والتساؤل حول التطورات التي تشهدها المنطقة فيما يخص الوضع في سوريا وأزمة الخليج وتفشي الإرهاب في المنطقة. بعد ما الجزائر هي تخبي علاقتها بالديكتاتورية الإيرانية، دابا فضحهم الله ولا مفر لهم باش يخبيو علاقتهم بأكبر داعم لتقسيم الدول ونشر الفساد فيها. شوف دابا معايا شكون اللي كيهدر. إيران، الدولة التي تنحر وتسحق شعبها. كنا عارفين أسواقها في إيران مؤخرا، رغم أنهم عياو باش يحبسوا الأخبار تخرج من البلاد. الشعب ما بقاش باغي يعيش في دولة وكأنهم عايشين في حبس، دولة تفتكر لأسف مقومات العيش بكرامة وإنسانية وبكل حرية. لا حرية تعبير، لا حرية لباس، لا حرية التعبير عن الفرح، ولا حرية الاعتقاد أو الاختلاف في الرأي. الوطن الذي لا تشعر به في الراحة ليس وطنا، وكل من يخترق القانون كيتعرض لإنهاء حياته بالغصب بطرق وحشية. إيران معروف الجرائم ديالها على الصعيد العالمي، وفي أي بلاصة كتحط رجليها كيحل الخراب والدمار على هذيك المنطقة. سوريا مثلا، بعد ما كانت إيران كتمول تنظيم الدولة اللي خلى الدولة وكأنها تعيش أيام الغزوات والحروب القديمة، والعراق التي حاليا يكثر فيها الفساد ولا قانون يسير البلاد، والفقر والجرائم باسم الدين والشرف والاختلاف في الآراء والعنصرية بين القبائل، والتوغل أيضا في اليمن الذي الآن أصبح أرض معركة بين الشيعة والسنة. تريد منفذ لها بس تدخن داك السم ديالها شوية بشوية. يعني باختصار شديد، إيران مثل السم الذي يسري في دم الدول العربية الإسلامية. المغرب ديجا عارف من زمان خطط التمدد الشيعي سنوات هذه، ووقفهم عند حدهم. وهادشي علاش هما ما كيحملوش شي حاجة سميتها المغرب، حيت ما تبلعتش ليهم، خصوصا وأن المغرب حليف استراتيجي لأمريكا وإسرائيل اللي هما كيتعتبروا العدوين اللدودين لإيران. لهذا كل من يتعامل مع الاثنتين يعتبر بالنسبة لها عدو أيضا. وبحكم أن الجزائر كليان عند روسيا فيما يخص شراء الأسلحة، حتى رجع يحسب لهم أرى روسيا منهم وإليهم، ناسين على أن العلاقة بين المغرب وروسيا أقوى من علاقتهم بها، وأن روسيا تنشر خارطة المغرب كاملة مكمول. يعني روسيا ما كيهمهاش واش انت كليان ديالها، هي كتشوف المصالح ديالها وصافي. ما علينا، هاد العلاقة خلت إيران تشوف الجزائر حليف لها أيضا، بحكم أنها ترفع شعارات فلسطين ليل نهار وتتغنى بها، واللي هو المفتاح اللي كيديروا به السبة باش يختلقوا مشكل مع أي دولة. وبحكم معاداتهم لإسرائيل، رغم أنهم كيتعاملوا معها تحت الطبلة، فلسطين ولات فحال شي سلعة كيبيعوا ويشريوا بها سياساتهم مع دول أخرى، ناسين مشاكلهم الداخلية. الشعب الإيراني يجب أن يتحرر من الحكومة الإسلامية الشيوعية الشيعية أولا قبل أن يحرر فلسطين، والشعب الجزائري من حقه أن يعيش كدولة مثل الإمارات بدراهم البترول، ولكن كيعيشوا عيشة الصومال، وحتى الصومال حسن منهم، وحتى العملة ديالهم منخفضة جدا مقابل الدرهم المغربي، فما بالك بالدولار. الشعب الجزائري من حقه أنه يجي للحانوت ويلقى مقتنياته بكل سهولة دون لجوء إلى طوابير تبلغ ساعات طويلة من الانتظار. الشعب الجزائري يستحق العيش الكريم ويستحق تقرير مصيره أيضا، وجمهورية القبائل تستحق تقرير مصيرها وسط الاحتلال الجنرالات الفرنسية الجزائرية. إلا عجبك الفيديو ما تنساش دير لايك، كومنتار،
وتبارطاجيه مع الناس اللي عزاز عليك. هادشي غيخلينا نكملو وما نحبسوش.